ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم اكتر وصفة خبز بحبها. هعمل معاكم خبز صحي بدقيق القمح الكامل، وهعلمكم ازاي يطلع معاكم طري بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش ناشف زي ما انتوا متعودين. هعلمكم كل الخطوات واقول لكم كل المقادير عشان يطلع معاكم بالشكل والجمال ده. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض. في بولة عندي كوبايتين من دقيق المخبوزات او متعدد الاستخدامات، نخليهم كويس جدا. هضيف عليهم كوباية من دقيق القمح الكامل. طبعا ممكن تحط كوبايتين دقيق قمح كامل وكوباية من دقيق الابيض عادي جدا، ده يرجع لكم. عندي هنا معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة من العسل الابيض، ممكن تستبدلوها بالسكر عادي، وعندي رشة ملح. وممكن طبعا تعززوا لون الخبز بتاعكم بانكم تضيفوا معلقة كبيرة من الكاكاو. هيخلي اللون معاكم زي الخبز اللي بتشتروه من بره. هضيف عندي هنا معلقتين كبار من الزيت، مليانين او حوالي 3 معالق. بالجرامات هيبقى 20 جرام من الزيت. هبدأ ان انا بقى اضيف كوباية كبيرة من اللبن الدافي. هنلاحظ هنا ان دقيق القمح الكامل بيحتاج سوائل اكتر من الدقيق الابيض، وبيحتاج برضو دهون اكتر من الدقيق الابيض. فاحنا هنبدأ الاول ب20 جرام من الزيت، حوالي معلقتين كبار مليانين او 3 معالق عاديين. وهبدأ ان انا اضيف اللبن بتاعي بالتدريج. هبدأ الاول بكوباية كبيرة من اللبن الدافي، بعد كده بزود مية عادي او لو حابين تزودوا لبن، وببدأ ان انا اعجن بالشكل ده كده. وفي الاخر لما العجينة بتلم معايا بضيف 40 جرام من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ، وببدأ ان انا اعجنها تاني كويس جدا. وبعد كده بغطيها واسيبها ترتاح ربع ساعة علشان ادي فرصة للدقيق ان هو يمتص السوائل كويس جدا. بعد ما بنطلعها بنلاقيها ان هي محتاجة انها يتضاف ليها سوائل تانية. فببدأ ان انا اضيف لبن تاني او مية تاني لحد ما الاقيها ان هي اتشربت كويس جدا كده، وافضل اعجن فيها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الاول طبعا هتكون ملزقة، بعد كده هتلاقوا ان الدقيق بتاعكو شرب كمية السوائل كلها. هي دي الطريقة الصح اللي انتوا تعجنوا بيها اي خبز فيه دقيق قمح كامل. ببدأ بقى ان انا احطها على الرخامة واعجن فيها كويس جدا مدة ما تقلش عن 10 دقايق او ربع ساعة، لحد ما نلاقيها نعمت معانا، وهنلاقي العجينة بقت طرية جدا لانها خدت حقها كويس جدا من السوائل ومن المواد الدهنية. فمش هنلاقيها ناشفة معانا، وبعد ما تخمر هنلاقيها برضو طرية مش مشققة. ببدأ بقى ان انا بعد ما عجنتها كويس اكورها واحطها في البولة بتاعتي تكون مدهونة دهنة خفيفة من الزيت، واغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي مدة ما تقلش عن ساعة. بعد ما بتطلع معايا بعد التخمير بلاقيها انها زي ما انتوا شايفين كده جاهزة معايا. والعجينة بتاعتي ناجحة جدا ومش مشققة، بالعكس دي طرية جدا. وطبعا زي ما قلت لكم ممكن تستبدلوا الدقيق الابيض، تخلوه كله قمح كامل، او يبقى كوبايتين من دقيق القمح الكامل وكوباية من دقيق الابيض علشان العجينة بس يبقى فيها عرق. بعد ما بشكل كل الكمية بتاعتي ببدأ بأول كورة أنا بدأت بيها، بتكون ارتاحت معايا، بفردها كده بالنشابة. وبشكلها بقى اي تشكيل انتوا حابينه. انا حبيت النهارده ان انا اشكلها تشكيل بسيط جدا. بفردها كويس كده بشكل طولي وبتنيها من الجوانب. وفي الوقت دوت ممكن على فكرة تحشوها جدا يعني عادي، تحشوها اي حشوة انتوا حابينها. ببدأ ان انا بقى اطبق كده من الجوانب وابدأ ان انا افردها تاني عشان ما تبقاش مفرغة من جوه.
وبعد ما بفردها كده ببدأ بقى ان انا الفها كويس جدا وبقفلها كويس من تحت وارصها في الصينية بتاعتي. وبسيب طبعا مسافة بين كل واحدة والتانية، وببدأ ان انا اغطيها تاني واسيبها ترتاح لحد ما يتضاعف حجمها. بعد ما بيتضاعف حجمها بكون طبعا مشغلة الفرن بتاعي ومسخناه كويس جدا. بدهن الوش بصفار بيض عليه معلقة لبن ونقطة خل، وبزينها بأي حاجة أنا حباها، وبدخلها الفرن. بتطلع معايا بالشكل والجمال ده. بتقعد 10 دقايق في الفرن. لازم اول ما تطلع من الفرن اغطيها عشان تفضل طرية. هستناكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. متأكدة انها تعجبكم. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.